تعالوا أخدكم معايا في جولة في متحف. أول حاجة بنبدأ إن احنا نفطر، بعدين على طول بنتحرك. تمام، ببص حواليا بلاقي كتير قوي صورات متعلقة على الحيطة، وبعدين يعني اوكي شبه ما انتوا شايفينها كده. وبعدين بلاقي التلفزيون دوت وشوية الناس الموجودين، وهو بيعرض بقى عن الحاجات اللي هي القتالية والكلام دوت. وهنا هو في سيوف، وفي مش عارفة ده مفروض صخرة عادية. البتاعة دي بقى بتفكرني بالبيت اللي بابا وماما اشتروه. كانت قبليها كانوا بيورونا التصميم بالشكل ده بقى سيف. عندي برضو سيف مثله، وعندي الحاجات دي برضو. المسدس دوت عندي منه مسدس ولاعة. اعتقد ان في ناس كتير عندهم الحاجات دي عاملة شبه الحاجات اللي عندي بالظبط. تمام، هنا هو في حاجات كده هو طبعا انا ما قريتهاش. تعالوا، وهنا هو برضو طبعا ما قريتهاش برضو. تمام، ندخل في حتة جديدة. ايه بتاع؟ تعالوا نبص على بتاع ده وبعدين ندخل. هو دايما بيكون في حاجات تاتش كده، ما مش راضي يعمل حاجة. هو بيعرفك على كل حتة كان فيها ايه وبيكتب لك عنها. تمام، اوكي ندخل في حتة جديدة. تحس ان مش عارفة، مدفع. والله انا مش عارفة ايه ده، ممكن انتوا تشوفوا. بس ده تحس ان هو متحف حربي. هنا هو تلفزيون، وهنا هو اللي هو النية اللي كانوا بيستعملوها زمان. وهنا لقيت حاجة ووقفت عليها برضو علشان اشوف حقها ولا لأ. هي تحت الارض، وانا مش عارفة ده المفروض سجن ولا ايه. بس دوت صخور برضو، ديت صخور سلم. كنت خايفة عليها تتكسر فرجعت بصراحة. وهنا هو بلاقي سيوف. وعلى فكرة يعني بابايا بيحط سيوف عنده برضو في المكتب بتاعه كزينة. بس انا يعني مش عارفة السيوف دي فعلا بتعور، مسنونة جدا. هنا بقى الكنينة اللي هم كانوا بيستعملوها زمان علشان ياكلوا. وطبعا الحاجات دي اللي بتخليك تتعرف على، هي مش تاب واكيد ومش لاب، بس انا مش عارفة ايه هي بصراحة. بتخليك كل حاجة تدوس عليها هي تقولك دي بتاعت ايه بقى على طول. هنا بقى المكان ده بيخوف جدا، يعني خن صغنون قوي. يعني ده ما يجيش طولي حتى، ما ممكن يبقى طولي بالظبط، بس يعني مش عارف، بيخوف. وهنا بيقولوا ان في حتة مرعبة جدا، يعني بيفضلوا ان احنا ما ندخلهاش ان جنرال. ولكن شاء ما انتوا شايفين انا دخلتها. انا مش عارفة ايه ده. هو ده المفروض بني ادمين على فكرة واقفين دول، ومفروض ان هم لابسين سماعة بيسمعوا ايه، انا مش عارفة بصراحة. ولكن انا هكمل للاخر وهسيبني منهم هشوف ايه اللي هناك. هو مرعب بصراحة، ولكن انا عندي فضول كده بقى. يعني بقى الرعب جدا. انا بكتشف ان دوت سجن برضو مقفول. انا مش عارفة ايه اللي هناك ده، ولكن الحتة اللي تحت دي اي حد يقدر يعدي منها، يعني لو حد رفيع يقدر يعدي منها. وبعدين اطلع ولا لا؟ لا، خليني اشوف ايه النور الاحمر ده على الاقل. تمام، نبص في البتاع شبه الناس. هنا هوت دي بتاعت السماعة اهيت، وانا بسمع. ولكن يعني ما كانش يعني كانت حاجات مش عارفة غريبة وخلاص. نطلع تاني نبص على المحاربين اللي برا. ده المفروض اللبس بتاعهم، ودوت الحاجة اللي كانوا بيخبزوها فيها الفرن يعني.
وايه تاني، هو المتحف ان جنرال مليان حاجات كتيرين قوي. اوكي بص، هو اصلا في كذا سلم. دلوقتي احنا طالعين للسلم اللي فوق، وبعدين برضو هو بيقولك الاول ادخل من السلم اللي فوق بعدين انزل. انا تقريبا كده خلصت كل الادوار تمام، وفضل لي انه انا امشي انزل كل السلالم اللي انا روحتها ديت، وخلاص احنا بنجمع بعضينا عشان نمشي من هنا تمام. اهوت المتيهة اللي احنا ماشيين فيها دي، هي حلو جدا حلو جدا، ولكن هو كان متحف غريب صراحة. بس انا كنت عايزة اخاف اكتر من كده. اوكي خلاص خرجنا من البيت، وده شكل المتحف من برا. واعملوا متابع وشير ولايك لو عجبك، وقولولي المرة الجاية عايزيني اروح ازور ايه. ولو عجبكم الفيديو بليز اكتبولي في الكومنتات اي تطور انتوا عايزينه المرة الجاية، وما تنسوش متابعة. ومع السلامة.